نوع من الستات اتعودت ان هي تتحمل حتى لو في حاجة غلط، لازم تسكت علشان البيت ما يتخربش، لانك لو اتكلمتي يبقى بتخربي بيتك بايدك. ايه يعني لما حماتك بتهزقك في الرايحة والجاية، ولا جوزك بيصبحك بعلقة ويمسكي بعلقة؟ اهم حاجة بيتك ما يتخربش، اسكتي عشان بيتك. الست دي بقى لما بتسكت كل مرة على كلمة بتقلل منها او تصرف يوجعها، بتوصل لمرحلة ان هي بتقل في نظر جوزها او حماتها او اي حد بيقلل منها. هي خلاص بقت قدامهم ايه، هتاخد فوق دماغها او هنضايقها او هنعمل تصرف يحرق دمها، بس هي كده كده مش هتتكلم لانها ما بتتكلمش. فاكر لما عملنا كذا كذا، هي مش هتتكلم، فعادي بقى هنستمر في اللي احنا فيه ده. اللي بيأذيكي ده بيأذيكي علشان انت ما وقفتوش عند حده من اول مرة، مش علشان هو شرير، لا هو خلاص اتعود على كده، انت اللي خليتيه يتعود على كده. طب اعمل ايه بقى يا ايه؟ انا دلوقتي الشخصية اللي انت بتقولي عليها دي اعمل ايه علشان اوقف كل واحد عند حده؟ اول حاجة، اوعي تزعقي ولا تثوري ولا تعملي حاجات اللي هو تندمي عليها بعد كده وتحطي نفسك في موقف انك تتأسفي للي قدامك اللي هو اصلا غلطان فيكي. لا انا ما بحبش كده ولا اخليكي تعملي كده. يبقى اول حاجة، مش عايزين زعيق، مش عايزين خناق، احنا هناخد حقنا بطريقة اذكى من كده. تاني حاجة، تحددي الحاجات اللي انت بتتضايقي منها، يعني مش اي تصرف يعملوه هو بيضايقك، لا الحاجات اللي احنا فعلا عايزين نوقفها هنوقفها، بس الحاجات الصغيرة اللي ممكن تعديها لا عديها وكبري دماغك. يعني مثلا لو جوزك ضايقك قدام الناس، هتقومي بقى تزعقي له قدام الناس؟ استني لما تروحوا فيس تو فيس كده لوحديكوا، بعد كده تتكلمي معاه بهدوء ومن غير انفعال، لان انا بتكلم بعقلي. لو انت بقى قعدتي تزعقي هياخد ان انت بتتكلمي كده وخلاص عشان انت متضايقه، بس لو اتكلمتي بعقلانيه كده وبتتكلمي بصوت واطي وهدوء وبعقل، لا هيخاف بجد هيخاف، لانك انت مش طبيعتك، ده انت على طول بتزعقي، ده انت على طول مش عارفه ايه. بس لما تيجي بقى تتكلمي معاه باسلوب غير، هيخاف، هيحس ان انت اتغيرتي. طالما اللي قدامه اتغير يبقى مش متوقع منه حاجه، لان اللي قدامك لما تبقي مش عارفه رد فعله هتبقى ايه، فده بيخوف وبيقلق. تعالي بقى نقول اللي هو قال لك كلمه ضايقتك وانت دلوقتي عايزه تعاتبيه عليها، فانت هتقولي له بكل هدوء كده، انت قلت كذا فالكلمه دي ضايقتني، فلو سمحت ما تقولهاش تاني. بس احنا مش هنزعق، احنا بقى مش هنقول له انت قلت قدام كذا وقدام مين وما اعرفش ايه، لا انت الكلمه ضايقتك ايا كان بقى مين اللي كان قاعد، انت ما تقولهاش تاني حتى لو بينا وبين بعض، بس بكل هدوء. بالطريقه دي انت ما كبرتيش الموضوع وفي نفس الوقت انت ما سكتيش عن حقك. تاني حاجه بقى، عايزاكي تهتمي بنفسك زياده من غير ما تستني ولا شكر ولا مدح، علشان الراجل بيحب الست اللي ليها كيان، مش مستنيه كلمه او رايه او رضاه عنها، لا هي حلوه، واثقه من نفسها، كل شويه تديني لعب، هي حلوة وواثقة من نفسها وعارفة هي بتعمل ايه ومهتمة بنفسها. تالت حاجة، حافظي على طاقتك، مش كل حاجة اتخانق واعمل دوشة واعمل خناقات. انا عايزاكي راسية هادية، مش تنقط اللي قدامها وتغيظه كده وتخليه يولع اكتر، لا انت هادية وراسية. بيتخانق على معرفش ايه ما تدخلش، هو بيدور على حاجة بيتخانق براحته، انا مش هتكلم، مش هنقعد نتخانق على عمال على بطال على حاجات تافهه، انت بالنسبه لك حاجات تافهه، فاهمه؟ فخليكي راسيه كده. ودي بقى هتوصلنا للي بعدها، انت مش بتبرري تصرفاتك. يعني لما تقولي له على حاجه ويحاول يكدبك ما تقوليش والله لا انا كنت اسال ما اعرفش، مش هبرر لك. انت اللي شايف المشكله، انت اللي شايف فيه كده، يبقى انت تلف حوالين نفسك وتشوف الحقيقه اللي هي اصلا انا قلتها لك بس انت اللي ما صدقتنيش، يبقى المشكله عندك مش عندي. يبقى ما نبررش، احنا واثقين من نفسنا. سقفه، لا انت لو وصلتي لكده يبقى سقفه، انت كده اتغيرتي جامد. احنا اكبر من اننا نحاول نبرر موقفنا لشخص بيكدبنا ولا بيخوننا ولا مع نفسك انت بقى، دي مشكلتك انت، روح شوف في الحقيقه فين. انا قلت الكلمه اللي عندي خلاص خلص. مهم قوي بقى اللي احنا ما نتنزلش عن الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي. قلتي لا عن حاجه يبقى كل مره هي لا، بس في حاجات انت بتفوتيها، انت ما حطيتهاش في الحدود فعادي، بس الحاجات اللي انت قلت عليها دي بتضايقني يبقى دي كل مره بتعملي عليها مش مشكله ان انت تقولي له لا انت عملتها تاني، لا انت مش عارف ايه، زني لغايه ما يبطل الحاجه دي طالما بتضايقك. لو خدتي بالك ان التغيير بدأ عندك انت، يعني احنا مش بنغيره هو،
لا، احنا بدأنا احنا نغير من نفسنا علشان عملنا حدود احنا مكناش عاملينها في الاول، فبالتالي هو دلوقتي خد باله ان احنا لا، في حاجات احنا كنا بنعديها زمان دلوقتي مش هنعديها، فانت بالتالي غصب عنك لازم تتغير، لازم تاخد بالك من الحاجات اللي بتضايقني، لازم تحترمني، لازم تحطني فوق راسك كده، وكل ده بهدوء من غير هدر طاقات. وساعتها بقى هنبقى مختلفين واقوياء، ومفيش حد يوجهنا كده ويوجهنا كده على مزاجه، لا معلش احنا بقينا عندنا شخصية. وفي النهاية احب اقولك ان مفيش بيت يخلي من المشاكل، لا احنا كلنا عندنا مشاكل، بس في ستات بتسكت، في ستات بتسكت وبتعدي وبتاخد فوق دماغها وحالتها النفسية بتسوء خوفا من البيت يقع، هي فاكرة هي هتتكلم كده يبقى البيت هيتخرب. وفي ستات بتتكلم لا، انت تعاملني بواحد اتنين تلاتة وتصرفاتك ما تتعداش حدودك معايا، بس بطريقة مش اللي انا بقولك لا ما تعداش حدودك معايا، لا انت بتتكلمي معاه بافعال مش اقوال. يعني من الاخر بنتعامل بعقلنا مش بعاطفتنا. فعايزاك انت تختاري انك تكوني الزوجة او الانسانة اللي قدامك يحترمك ويخاف على زعلك بجد، وما يقولش هي هتاخد على دماغها وخلاص عادي، ما هي كده كده هتسكت وبس كده. دي كانت الحلقة التانية من السلسلة، لو عجبتك لازم تعملي لي لايك عشان الكلام النهاردة جامد جدا، فاعملي لي لايك واشتراك لو انت عايزة تشوفيني تاني، او متابعة لو انت بتتفرجي عليها على الفيسبوك، وبس كده خلاص. سلام.